وصلت الموقع لله الحمد، والرجال الآن اللي استدعانا وبيقول لنا القصص كاملة، أباك تقول القصة بمختصر كذا عشان أنا أفهم أكثر وجميع حبايب ياسا والمتابعين يفهموا القصة. يلا تفضل. طيب اللي احنا نعرفه انه في البيت هذا تطلع كانت اصوات وكذا واشياء عاديه. فجاه الموضوع صار يقلب تكسير ما تكسير وبهدله في البيت. حاليا لا. وبعدها صار هو كان مسكون يعني البيت هذا، يعني في ناس بشر، في بشر ساكنين. إيه؟ صار تطلع لهم حرمه كذا، تعدي من جنبهم تقعد معاهم وزي كذا. مع الايام تطور الموضوع، صار يطلع لهم اثنين، وصار حاليا لا، صار على طول تكسير مستمر، مهما يرتب البيت يرجع يتكسر وما يبقى شيء في البيت. وهذا الموضوع بالنسبه لي. طيب قول والله هذا القصة اللي صاير. والله هذا القصه اللي صايره اللي شفناها. وانت شفت بعينك التكسير والاشياء؟ شفت بعيني، دخلت البيت شفت العفش. وش الاشياء الغريب اللي انت حسيته فعلا هذا غريب اللي موجود قاعد يصير في الشقة؟ الاصوات. طيب انا سامحني الكلمة هذه، انا اول ما سمعت القصص ما صدقت، قلت لا في لبس في الموضوع. مو لحالك، حتى انا ما صدقت، بس لما شفت الصور اللي تكسير وزي كذا واصوات، يعني حتى في المكالمه جت الصوت وزي كذا بديت اشك. طيب ايش حكاية التهديد اللي جاك؟ ايوه بعد ما تواصلت مع ابو طالب وسمعت له الصوت وزي كذا، فبلغت الناس اللي تهمهم الموضوع ده. طيب الصوت اللي ارسلتوه لعبد الله ابو طالب وسمعته انا، هذا الصوت صحيح في الشقة ذا صاير؟ في الشقه دي صار الصوت دي. مجرد ما ارسلت لابو طالب وبشرت الناس اني ارسلت لابو طالب، جاوب معاي وقال لي راح ابلغ ياسا. فجاه كده جتني رسائل تهديد. تراك حتندم تندم تندم تندم. جاتك رسالة تهديد انك انت حتندم؟ اني انا راح اندم. تندم انك انت تواصلت مع ياسا؟ تواصلت مع ياسا، فصورت وارسلتها لابو طالب. فاتصلت على الناس نفسهم، فما رد علي شخص نفسه، رد علي ولد. فقال لي انه صرخ وطاح. هذا الموضوع اللي صار. ورجع. ايش قلت؟ انه حتى برضه كانوا يجيبوا مشايخ في البيت وكذا، بس غالبية المشايخ يشردوا على طول. يشردوا من ايش المشايخ؟ يشردوا من اللي يشوفوه جوة البيت. يقولوا الشيء ده مو طبيعي. ما في ولا واحد من المشايخ. وانت متأكد ان هذا الشيخ اللي انتم شفتوه؟ والله انت عارف كل الموضوع فيه بسيط. كم شيخ يعني شرد لما جاء؟ تقريبا ممكن تقول 3-4. كلهم شردوا، ما حد قدر يساعد العائلة؟ ما حد قدر يسوي اي شيء في الموضوع ده. الموضوع كبير. الموضوع مرة كبير. يا اخي انا حاسس ان الموضوع هذا مبالغ فيه. لا مو مبالغ فيه ولا شيء، يعني انت لو خشيت برضه لحالك راح تكتشف الشيء ده. الموضوع مرة كبير، يعني لدرجة انه سابوا البيت. ايش تبغى اكثر من كذا؟ انه تخيل شخص الحين البيت هذا مو مسكون. مو مسكون ولا شيء. شكله مخيف. شكله مخيف لانه من الاشياء اللي صارت فيه. حاليا ما في ولا شخص مهجور. ها؟ مهجور ولا احد قادر يقعد في البيت. بس جديد يعني، باين جديد يعني. البيت جديد بس وفي اثاث. وفي اثاث والاثاث كله تكسر. نفس الصور اللي ورتني اياها كله مكسر كذا بالطريقه هذه. مكسر مدمر. تحاول تركب. طيب ما يكون في احد كذا جوه الشقه هذا بيسوي الافلام دي؟ لانه هم يكونوا جوه البيت. اوكي فجاه يصير التكسير والتدمير قدام عينك. اوكي لو انت شخص معاك اكيد بتشوف انه واحد بيشيل ويكسر، بس ده التكسير كذا يشوفوا العفش كذا قدامهم ينشال ويتكسر. يتكسر. يعني ما في احد يمسكه كذا من حاله. وفجاه كذا انت قاعد تشوف تكسير يصير قدام، كاسات تتكسر كل شيء. قول والله هذا كله صار فعلا حقيقي، ما في شيء. انت قاعد تحلف، ترى انت في ايام فضيله. وانا متاكد في الكلام هذا. الكلام اللي احلف. صار والله العظيم هذا الكلام اللي انا دخلت. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش اللي طالع؟ في احد؟
من فين جاء الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فين جاء الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم في أحد؟ في جن هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. في أحد؟ هذه غرفة ولا إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد؟ إيش هذا باب؟ هنا في غرفة. في أحد؟ نطلع على شيء. والله في. هذا غرفة. إيش هذا؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كان الباب الغرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لحد الآن ما في إلا أصوات. أنا بجلس هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا في أي جن هنا في البيت هذا يسووا أي شيء، إذا في جن هنا يطلعوا لي، لأن ماني عارف إنكم حتطلعوا، مستحيل تطلعوا أو تطلعوا أصوات أو أي شيء عشان أعرف إن هنا في جن وأنا أخرج من البيت هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. في أحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ترى ما راح أطلع من هنا إلين ما تسووا لي أي علامة. بسم الله. في صوت.
الله الرحمن الرحيم. سامعين؟ فين يجي؟ صوت هواء. من هنا. الصوت هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ماني حاسس بهوا، أنا حاسس بكلمة. فين الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في جن هنا؟ إذا في جن هنا تطلعوا لي ولا سووا علامة طيحوا لي شيء، ما بأصوات. هذا صوت هواء. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الصوت. صدقوني يا جماعة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بس أنا ما عارف الصوت هذا من فين جاي. إيش سمعت الصوت؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. جاني هوا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والله يا جماعة صوت هوا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف دحين ما في هوا، شطفني هوا يا جماعة. أنا متأكد من الصوت، جاء شطفني شطف. كنت هنا أنا على طول الصوت شطفني من هناك. تتحرك صح؟ تحركت. في جن هنا؟ والله تحركت. تخيل هو الجن صار شعر ولا ايش هذا؟ سامعين؟ ايش بو؟ جوال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعي الصوت. بكمل في الشقق الثانية يمكن يطلع شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل شوية طلع صوت طيارة، يعني ممكن الصوت من برا، لكن أنا لازم أعرف صوت الهواء من فين جاي. ونقول بسم الله. شوف النار كيف تجي تعكس، فجعتني. ونقول بسم الله. طيب خلنا نسوي الحركة الثانية كده.
يلا يا جن، إذا في جن هنا سووا أي حاجة أي شيء عشان أحس بوجودكم هنا، عشان أطلع من الشقة وأحذر أصحاب الشقة. ما في أي شيء إلى الآن، ما في ولا شيء. هذا الصوت اللي أقول لكم عليه. خلونا نجرب مرة ثانية. ها يا جن، سووا أي شيء، أي علامة، أي شيء عشان أحس بوجودكم. ما في أي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. والله تحركت. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا جماعة تحركت. بسم الله الرحمن الرحيم. هوا صح؟ في هوا جل يجي من هنا. لا ما في إلا شوف يتحرك. أجل الهوا جاي من هنا كذا. المكان ده فيه شيء غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. مشكلة يا جماعة، هو الهوا، في هوا في الشقة شكله صح؟ ما في شيء. يا جن اطلعوا. يا جن اطلعوا. والله ما ادري ايش اللي صاير عندهم، لكن هذا اللي صار. خلوني اطلع اروح الشقة الثانية اطفي السماء الثانية. بسم الله توكلت على الله. بسم الله. هذا ما فيه أساس أبدا. صوت الطيار. في أحد؟ هنا ريحة، في ريحة شيء هنا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. في صوت هنا. صوت دق. يا شكل الجيران اللي فوق. هذه الشقة ما فيها ولا شيء، وهجروها أهلها بسبب تكسير الأثاث زي ما قال الرجال. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا ما في ولا شيء، بس هذه الأشياء مكسرة. في جن هنا. في جن هنا.
هل يوجد جن؟ يمكن باللغة العربية. هذه ما فيها ولا شيء الشقة. ما في شيء. خلاص. الله أكبر. أوه قلم مكسر هنا. هذه ما فيها شيء. يا حبايبي في أشياء ما يعني ممنوع إني أصورها، يعني شرط أهل البيت، لكن كذا انتهت المغامرة ونفس صحة وعافية. بعدين حكي. ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.